النهارده بقى هوريكم نتيجة بتاعه البيتزا اللي احنا خزناها مع بعض في الفريزر، اللي هي عجينة البيتزا اللي خزناها نص سوا بطريقة سهلة وبسيطة. واللي شاف الفيديو هيعرف انا بتكلم عن ايه، واللي ما شافوش يخش يشوفه عشان بجد سهلة جدا، ويعني تنفعك جدا في الازمات، وفي نفس الوقت يعني كلها حاجات بسيطة جدا مش هتكلفك كتير. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو اول مره تشوفوني انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان اي جديد اعمله يوصلكوا على طول. دي بقى البيتزا اللي احنا كنا مخزنينها في الفريزر، انا طلعتها كده وسبتها بس 10 دقايق على ما انا جهزت الفلفل بتاعي والطماطم والزيتون، وجهزت الحاجات بقى اللي انا عامل بيها البيتزايه. هي كانت لسه يعني ما فكتش قوي، بس ايه احنا نقدر ان احنا ندخلها الفريزر يعني بالشكل ده، مش هنستنى ان هي تفك كتير ولا اي حاجه خالص. وزي ما انتم شايفين هي طالعه بشكلها البسيط اهي اللي احنا عملناها بيه قدامكم، مفيش اي حاجه. انا عاملها بحشوه البسطرمه، انت تقدري تعمليها باي حشوه انت تحبيها وهتطلع لك تحفه. اكنك لسه عاملاها والله، يعني اكنك عملت العجينه وسبتها تخمر، وبعد كده طبقتيها بقى عادي جدا خالص وعملتيها ايه في الفرن. انا كنت حاسه كده ان يعني البيتزا عايزه شويه كده من الصلصه كمان، فحبيت ان انا اضيف لها حبه. يعني لو انت مش بتحبي الصلصه فيها كتير تقدري تضيفي اللي انت حباه براحتك. صدقوني هتنفعكم جدا وقت الزنقات. انا بصراحه في اليوم اللي انا طلعت فيه البيتزا ده كنت تعبانه جدا جدا ومش قادره ان انا اعمل اكل خالص، فهي طبعا عشان انا عاملاها ومخزناها فقررت ان انا اطلعها واعملها، وما تعبتش فيها خالص طبعا لان هي كل حاجه فيها جاهزه. وحتى الحشوه اللي انا عملتها ان انا عملتها بالبسطرمه، عشان بصراحه ما كنتش قادره ان انا اقف اعمل فراخ يعني شاورما كده عشان احطها فيها او سجق او الكلام ده. فرصيت بقى كده البسطرمه عليها بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت، وبرده هرص عليها كده شويه كده هو كمان من الطماطم. يعني انا هضيف لها حشوه البيتزا العاديه اللي كلنا بنحطها على البيتزا. في ناس بتحط عليها بصل، انا بصراحه مش بحبه قوي، يعني باكلها عادي بالبصل بس برضو مش بحبه قوي فيها يعني. بس لو موجود فيها خلاص باكله وخلاص. رصيت بقى كده الطماطم والفلفل الحامي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تقدري تحطي برضو بارد براحتك، وهتحطي كده الزيتون وترصي عليها كأنك بتعملي بيتزا عادي جدا. يعني بصي مفيش اسهل من كده، ونتيجتها روعه روعه جدا وطعمها فظيع. وبرده هنحط الجبنه الموتزاريلا في الاخر خالص بالشكل ايه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. انا بستخدم نوع الحمد، بصراحه بيكون حلو جدا في البيتزات وبيكون طعمه ايه خطير. انا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 200، هدخل فيه بقى البيتزا. قعدت في الفرن كده اهو. انا سبتها اتحمصت شويه، كان حوالي 10 دقايق بالظبط بالظبط، وطلعتها وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبتتقطع معايا بمنتهى السهوله جدا وبسيطه قوي، ومفيش اي مشكله خالص فيها. زي ما انتوا شايفين احنا بنحب ان الجبنه تتحمص سنه كده، مش بحبها يعني تبقى بيضه يعني تسيح، بس لا تاخد بس كده لون بسيط قوي، وبعد كده بقى ايه اروح مطلعاها على طول. فهي خدت معايا 10 دقايق بالشكل ده. لو انت هتطلعي الجبنه افتح من كده فهتاخد معاكي 7 دقايق 6 دقايق، والعجينه هتبقى مستويه معاكي تماما، لان احنا مدينا يا جماعه نص سوا. فلما بندخلها بندخل بس ايه تكمله سوا الخضار فيها والحاجات دي. وهنا بقى بصوا دقتها وكانت فظيعه وكانت خطيره قوي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه بالنسبه لكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتشوفوا فيديو تخزينها عشان تعملوه، واشوفك بقى في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.